عايزة أحكي لكم عن حالة كانت في التلاتينات، كان عندها مجموعة أعراض ومنها وصل العَرَض لدرجة صعوبة في الكلام، مش قادرة تتكلم، مش قادرة تشرح، مش عارفة تترجم مشاعرها لكلام، كان المشاعر اللي جواها مش مجرد حزن، كانت مشاعر عايشة فيها وبتتجدد مع كل ذكرى. إحنا هنا بنتكلم عن اضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة هو مش ضعف وهو مش حالة حزن بس، هو عدم استجابة نفسية للي بيحصل. طبيعي الفقد بيوجع، لكن لما الوجع يبقى مسيطر على كل أركان حياتنا هنا بتحتاج تدخل علاجي. كانت قبل العلاج، قبل ما تقرر العلاج، كانت مش بتمارس حياتها بطريقة طبيعية، كان في اضطرابات في النوم، كان في شهية متغيرة، كان في طاقة شبه منعدمة. الحزن كان مسيطر على أركان حياتها في كل حاجة. أول ما بدأت رحلة علاجها اشتغلنا على استيعاب المشاعر، قبلنا مشاعر الفقد ما هربناش منها، التعامل مع الذكريات المؤلمة بشكل آمن، في تقنيات تهدئة كانت لازم هي تتعامل بيها مع نفسها، وفي تنظيم للانفعالات، في كمان كان إعادة بناء الروتين اليومي لأنها ما كانتش بتقوم بالوظائف الأساسية بتاعت يومها. كانت هي بتحب ترسم، فكانت فرصة كويسة جدا إن هي تعبر عن اللي جواها بالرسم. كل لوحة كانت بترسمها كان بيعبر عن مشاعر ما كانتش عارفة تطلعها في كلام. مع الوقت التحسن جه، التحسن بيجي مع الوقت التدريجي. الحزن فضل موجود، لكن اللي ما بقاش موجود إنه ما بقاش يسيطر على كل حياتها، بدأت تعيش حياتها بطريقة طبيعية من غير ما تبقى أسيرة للحظة الفقد. الرسالة المهمة اللي عايزة أوصلها إن الحزن جزء أساسي من إنسانيتنا، جزء من فطرتنا الطبيعية، لكن لما يبقى الحزن أكبر من قدراتنا على الاحتمال هنا بيستوجب طلب المساعدة، وطلب المساعدة مش ضعف، هو خطوة ضرورية نحو التعافي.